فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لماذا يفتح الميت عينيه عند موته؟ لأنه ينظر إلى روحه وهي تخرج، فإذا خرجت الروح تبعها البصر، فالعين هي آخر ما تخرج منها الروح، وهي أول ما بثت في آدم عليه السلام. ما هي أطول ليلة على الإنسان؟ هي أول ليلة في القبر، وهي ليلة لا يؤذن فيها الفجر، ولكن يؤذن فيها إسرافيل، وهي ليلة صبحها يوم القيامة. وهل يرى المحتضر ملك الموت؟ نعم، يرى ملك الموت، ويرى المكان الذي يدخل منه ملك الموت، ويعلم أنه ميت لا محالة، ويعلم أن الله هو أقرب إليه من حبل الوريد. وهل يتأذى الميت بغسله وتكفينه؟ نعم، إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. وهل يسمع الميت المشيعين لجنازته؟ نعم، كما يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. وماذا يتمنى الميت بعد دفنه؟ يتمنى الميت الرجوع إلى الدنيا ولو لدقائق معدودة ليقدم صدقة لله عز وجل. وقال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما هو أول ما يسقط من الإنسان عند موته؟ أول ما يسقط من الإنسان عند موته هو اسمه، فعندما يموت الإنسان يقولون أين الجثة ولا ينادونه باسمه، وعندما يريدون الصلاة عليه يقولون قربوا الجنازة ولا ينادونه باسمه، وعندما يشرعون في دفنه يقولون قربوا الميت ولا ينادونه باسمه، وعندما ينتهون من دفنه يقولون ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل ولا ينادونه باسمه. فلا يغرك منصبك ولا قبيلتك ولا نسبك، فما أحقر هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. وما هو أول شيء يحدث للميت في قبره؟ إنها ضمة القبر، وهي ضمة لا ينجو منها أحد، صغيرا كان أم كبيرا، بارا كان أم فاجرا، مسلما كان أم كافرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من دسن سعد بن معاذ: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. من هو الذي يموت بسوء الخاتمة؟ هو آكل الربا، فآكل الربا مشهود له بسوء الخاتمة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن هو الذي قال عنه الله حرمت عليه الجنة؟ هو رجل كان به جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. ومن هو الذي يغفر الله له 40 مرة؟ هو من غسل ميتا فكتم عليه فغفر له 40 مرة. وما هو أفضل شيء تشتريه بالمال؟ طعام الفقراء. ومن هو الذي يجب الابتعاد عنه؟ من لا يرتاح له قلبك فابتعد عنه، فالقلب أبصر من العين.